السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم كيكة العشر دقايق، وهقول لكم على تكات كده في الكيكة ما تخليش الكيكة تهبط معاكم. البنوات اللي بيسألوني إن الكيكة دايما بعد ما بتطلع من الفرن بتبقى هشة كده ومالية الصينية، وفجأة يلاقوها هبطت كده وبقت معجنة من جوه، بقت حتة واحدة كده ومعجنة من جوه. تمام، مع انها في الفرن بتبقى هشة وجميلة. ركزي معايا الاول في المقادير وبعدين هقولك التكة اللي تخلي معاك الكيكة هشة ومنفوشة لحد اخر قطعة في الصينية. معايا 4 بيضات وعليهم رشة فانيليا ورشة ملح. هتضربيهم كويس في الخلاط او المضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي او بايدك لو مفيش مضرب يدوي. وبعدين هتحطي رشة خل، طبعا معلقة الخل دي اضافية، لو مش عايز تحطيها ما تحطيهاش، بس هي بتعمل كمحسن للكيك. كمان بتشيل خالص ريحة الزفارة بتاع البيض. معانا كوباية سكر. تمام، يبقى كده 4 بيضات، على ممكن يبقى 3 بيضات، بس انا عشان الصينية اللي عندي مقاس 28 فحط 4 بيضات. لو الصينية اصغر تحطي معاكي 3 بيضات كويس جدا. معايا طبعا برتقانة كبيرة متفصصة في صوص كده، ومعايا كوباية سكر، وكمان كوباية زيت. في كل مرحلة هتوقفي، يعني تحطي حاجة وتضربي ضربتين كده وترجعي تحطي الحاجة التانية. انا كده حطيت البيض وضربت كويس، وبعد كده ضفت السكر وضربته، وبعدين ضفت البرتقان وضربته كويس، وبعدين ضفت الزيت وضربته، وبعد كده هضيف نص كوباية مية بنفس الكوب اللي انا بعاير بيه السكر. طبعا هتقولي لي انت حطيت الزيت من الازازه، هقول لك الازازه دي عندي 225 جرام، يعني مقدار المج اللي انا بعاير بيه السكر. تمام، بعد كده هتحطي رشه عصير تانك دي اضافيه، عشان بس ما حدش يقول لي انت حطيتي حاجه زياده. انا بحط حاجات اضافيه من عندي، مالكش دعوه بيها خالص، انا بتكلم عن الحاجات الاساسيه اللي هي تخلي كيك ناجحه معاكي. بعد كده بتنزلي بالسوائل في البوله، وبعد كده بتنزلي بالدقيق وتفضلي تضربي لحد ما الدقيق ما القوام معاكي يبقى ملمسه ناعم كده مفيهوش اي تكتلات. تمام. آه كنت هقولك ايه بقى، هنا في تكه بعملها انا، اللي هي انا مش بحط البيكنج باودر يا بنات مع الدقيق. معتادين ان احنا نحط البيكنج باودر مع الدقيق. دي طريقتي اللي انا بعمل بيها الكيك، عشان اللي تيجي على الفيس تقول لي اصل انتي انا بعملها بالطريقه غير كده بتبقى ناجحه. تمام، ماشي ماشي حبيبتي، انا ما قلتش حاجه. دي طريقتي وانتي اعملي بطريقتك، كل واحده تعمل بطريقتها، وزي ما بيقولوا كل شيخ وطريقته، ولكن كل الطرق في الاخر بتوصل لطيبه. هي في الاخر بتطلع معانا كيكه برضو، يعني مش انا بعملها كيك وبتطلع بسبوسه، هي بتطلع كيك في الاخر. المهم بعد ما القوام يبقى معاكي بالشكل ده كده، وتاكدي من قوام الكيك بالظبط ان هو ما يبقاش يعني متماسك عن كده، وما يبقاش ارق من كده. لو كان ارق من كده هتهبط معاكي الكيك وتعجل، لو كان يعني ماسك عن كده شويه تبقى كيك معاكي ناشفه كده ومش حلوه. بعد كده بشيل المضرب وبحط البيكنج باودر وبقلب كتير بالسباتولا لحد ما بدخل البيكنج باودر كويس في العجينه. تمام، دي الصينيه دي مقاس 28، طبعا حطيت 4 بيضات، قلت لك لو اقل من كده هتحطي 3 بيضات او بيضتين كمان. زي ما قلت لك ما تحطيش البيكنج باودر مع الدقيق في المره الاولانيه اللي انت بتقلبي فيها الدقيق في السوائل. هتحطي البيكنج باودر بعد ما تخلي القوام معاكي مظبوط، والدقيق يدخل في القوام في المقادير السايله اللي عندنا كويس، وتخلي القوام كده حلو. وبعدين هتحطي البيكنج باودر، علشان البيكنج باودر يعني بعد ما تحطي البيكنج باودر على طول خلاص هتحطيها في الصينيه، ما تقعديش تضربي كتير، والبيكنج باودر محطوط في الكيك علشان ما يدخلش منك فراغات، وتبقى الكيك مفرغه من جوه كده ومنقطه ومش هتبقى حلوه. بعد كده هتدخليها الفرن. هي دي بقى التكه اللي بقولك عليها. شوفوا انا مش مولعه الشعله. تمام، مش مولعه الشعله، وانا اصريت يعني او تعمدت ان انا اصور لك الكيك في الفرن عشان تشوفي ان انا مش مولعه الشعله خالص. انا مهديه البلاطه على الاخر ومولعه البلاطه بس، وبسيبها لحد ما تستوي. وبعدين بتاخد يعني اول ما الحروف بتاعتنا تحمر كده انا باجي، انت بتجي مولعه الشعله، لا ما تولعيش الشعله بقى. بعد ما الكيك بتاعك تلاقي الحروف بتاعتها بدأت تحمر كده، تحمر كده وتبقى حلوة، هتيجي تسيبيها خالص، تسيبيها ما تولعيش الشعلة نهائي. هي هتاخد لون مع نفسها وهتبقى حلوة زي الفل زي ما انت شايفة كده. طبعا هي هنا بردت وانا بقطعها. طيب زي ما قلت لك وبقول كتير، هتقولي لي طيب ما هو الوش كده مش هيستوي وهيبقى لونه مش حلو. هقول لك لا، هيستوي يبقى زي الفل، بس مالكش دعوه، امشي ورايا المره دي، وبعدين هتطلع معاكي كيكه زي البسبوسه زي ما انت شايفه كده، هشه ومفيهاش فراغات من جوه وطريه جدا.
يا ريت لو الفيديو عجبكم، اتمنى اكون ضيفة خفيفة عليكم في القناة وما اكونش دمي تقيل وبرغي كتير. سامحوني، انا لازم اقول كل حاجة علشان البنات اللي بيقولوا اصل انت بتعملي مقادير وبترجعي تضيفي او بتحطي لا والله العظيم انا ما ضفت حاجة ولا زيادة عن اللي انا قلتها ولا عملت حاجة غير اللي انا قلتها. بس بالنسبه للسوا في الفرن احنا ما كناش بنجيبه، لان مش كل الناس هتجيب السوا في الفرن، فانا جبت لك السوا في الفرن دي التكه اللي تخلي معاكي الكيك لحد اخر قطعه في الصينيه هشه.